النهارده حبيت اعمل معاكم المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله جدا وبسيطه. يعني هقولك النسخه الاصليه للمكرونه بالبشاميل، طريقه كلاسيكيه من غير اي اضافات، وهديكي كل الاسرار والتكات تطلع معاكي مظبوطه 100%، وهتخلي كل اللي ياكل عندك مكرونه بالبشاميل يحبها ويسالك عن الوصفه. بدايه كده، عندي اللحمه المفرومه نص كيلو، شوحته في معلقتين من السمنه لغايه ما لونه غير وبدا يفلفل معايا كده. هضيف عليهم بقى بصلتين متقطعين مكعبات رفيعة، وهبدأ أقلب البصل مع اللحمة وأشوحهم مع بعض. وهنا أنا بحب أشوح اللحمة الأول علشان النكهة والطعم. بعد كده هبدأ أضيف الملح والفلفل والتوابل بتاعتي. أنا توابل عندي بسيطة جدا، وقلت لكم قبل كده أنا هعملها على الطريقة الأصلية أو النسخة الأصلية. عندي ملح، وعندي فلفل أسود، وكمان شوية كزبرة وشوية كمون. مش هضيف أكتر من كده، ومش هجود عن كده. وهبدأ أقلب المكونات دي كلها مع بعضها، ولغاية ما تختلط مع بعضها والبصل كده يشرب من التتبيلة دي، وكمان اللحمة تشرب منها. وازود لها نص كاسة مية، واسيبها على نار هادية لغاية ما زي ما بيقولوا كده تشكشك مع بعضيها كده وتشرب ميتها، ويبقى البصل مختفي تماما، ويبقى ده شكلها في النهاية. هي كده خلاص خلصت، هركنها على جنب واشوف بقى الجزء التاني من الوصفة. اهم جزء عندي في الوصفة وهو البشاميل نفسه. سهل جدا والله وما فيهوش اي مشكله. انا عندي 5 معالق من الزبده مقابل ليها 5 معالق من الدقيق. انا هنا هديكي مقدار نص كيلو من المكرونه. نص كيلو مكرونه هياخد نص كيلو لحمه مفرومه، هياخد 5 معالق زبده، 5 معالق دقيق، وطبعا 6 معالق 6 كوبايات من اللبن. بس انا بقولك علشان تبقى عارفه المقادير ماشيه ازاي. قلبت الدقيق كويس قوي مع الزبده لغايه ما يبقى لونه ذهبي كده، والدقيق يبدا يتحمر شويه. هكون مجهزه عندي اللبن، 6 كوبايات لبن، يا اما نصهم لبن ونصهم شوربه، يا اما كلهم لبن، يا اما نصهم لبن ونصهم ميه، حسب المتوفر عندك والموجود. انا هنا 6 كوبايات لبن هضيفهم على دفعتين. اول دفعه وابدا ان انا اقلب كويس قوي عشان ادوب الدقيق كويس. وخلي بالك انا حاطه اللبن هنا بدرجه حراره المطبخ، مش غالياه ولا سخن ولا غيره، علشان طبعا ما يخليش الدقيق يعجن منك ويكلتل منك. اللبن الساقع هيساعد ان انت يديكي وقت ويديكي براح كده تقلبي وتدوبيه على راحتك. اما اللبن السخن هيقفش معاك بسرعه، فانت تحطي اللبن بارد او بدرجه حراره المطبخ افضل. هاجي بعد كده احط الملح واحط الفلفل، وعندي يا اما جوز الطيب يا اما عندك كبابه صيني، اللي تحبيه. والاتنين تقريبا يعني الكبابه الصيني تدي نفس النكهه لجوز الطيب، قريبه منها. وهنا حطيت جزء من الكبابه الصيني، وهبدا اقلب زي ما انتم شايفين كده. خلاص. خلي بالك لو كلكع منك الموضوع بسيط برضو، في الخلاط وتديه ضربه وترجعيه تاني في الحله وتفضلي تقلبي، مفيهاش اي صعوبه. ما تقليش على نفسك. اول ما يغلي معايا كده، وانا طبعا ايديا على طول مستمره فيه في التقليب، هبقى خلاص كده استوى. لما الاقي فقاعات كده يبقى استوى على طول. وده القوام بتاعه، شايفين جميل ازاي؟ هو ده القوام المطلوب، وده كده بشاميل ناجح 100%. شفتوا سهل ازاي؟ بسيط خالص مفيهوش اي صعوبه. هنا خلاص كده هركنه وهبدأ أشوف أهم جزئية عندي، وهي المكرونة. المكرونة لو اتسلقت زيادة عن اللزوم، أو اتسلقت السلق اللي احنا بنسلقه لما نعمل أي نوع مكرونة، كده البشاميل اللي عندي أو المكرونة البشاميل اللي عندي باظت. لأن المكرونة لازم أسلقها مش كمان نص سلقة، دي يا دوبك تتحط في المية دقيقتين اتنين بس وأطلعها. ليه؟ لأن المكرونة هتستوي تاني في الفرن. فلو أنا سلقتها في المية ورجعت تاني حطيتها في الفرن، لما اجي تقطعيها بقى تطلع معاكي معجنه، وتطلع معاكي مقطعه ومتكسره. ولكن لو حطيتيها زي ما انا بقول لك كده، وده سر مهم جدا تخلي بالك منه، يا دوبك دقيقتين 3 بالكتير وتصفيها. شايفه هي لسه جامده يعني، لسه لو حطيتيها وكلتيها هتتكسر وتحسي ان انت لسه يعني مقرمشه. انا بس يا دوبك خليتها تبقى فيها نسبه ليونه بسيطه، لكن هي لسه ناشفه. وده انا عاوزاه لان هي لسه هتكمل سواها في الفرن، فتبقى تستوي على المظبوط وتطلع معايا يعني حبايه المكرونه شكلها جميل كده، ومحتفظه بشخصيتها وهي في البشاميل. هجيب طاجن وادهنه زيت مش اكتر من كده، وهجيب بقى 60% من البشاميل، يعني مش هقولك نص البشاميل، اكتر شويه من نص البشاميل، حوالي 60% منه، واحطه على المكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها واقلبه.
وكده انا بدخل البشاميل في كل جزئيه في المكرونه، يعني كده انت بتاكلي مكرونه مغرقانه بشاميل، يعني حاجه كده خطيره. انا حاسه كمان انا عاوزه شويه، هضيف لها حبه وابدا اقلب تاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله قوي. عشان كده هي هتستوي المكرونه في قلب الصوص ده، فتطلع بقى ايه مظبوطه. هنا بقى هجيب الطاجن بتاعي اللي دهنته زيت، واحط نص كميه المكرونه، وبعدين هسويها كويس، وهجيب اللحمه المفرومه واحطها برضو دفعه واحده كلها. خلاص، انا لا كده مش هينفع بالمعلقه، هنزلها مره واحده في الطاسه، من الطاسه على البايركس، وهبدا ان انا ارصها برضو وارتبها كده فوق المكرونه. موضوع سهل قوي وبسيط وجميل جدا، وهتبقى حاجه جميله جدا لو اتبعتي كل الطرق اللي انا بقولك عليها. وبعد كده اخر جزئيه بقى، اخر شويه مكرونه هحطهم برضو على الوش في الجزء التاني منها. وهنا بقى البشاميل حبيب قلبي هنزله كله على وش الصينيه. وتخلي بالك وانتي بتختاري الصينيه اللي هتعملي فيها المكرونه، تعملي حساب ان في نسبه بشاميل هتبقى فوق، ودي اهم جزئيه. لازم يبقى فيه نسبه بشاميل حلوه كده محترمه على وش المكرونه، علشان تديكي النكهه والطعم، وتبقى فيه كده ايه كريميه يعني. انا هظبطها كده، وتكون الفرن بتاعك شغال وسخن، يا اما فوق وتحت يبقى جميل قوي، يعني شغال في الشوايه مع النار تحت. لو كده مش شغال، يعني الشوايه ما بتشتغلش مع الفرن تحت، شغال الفرن وبعدين طلعتي تاخد لون حلو كده من الشوايه. ولما تطلع ما تطلعهاش وتقدميها على طول، استنى عليها شويه لما تهدى خالص، عشان تطلع معاكي الخرطه محتفظه بنفسها كده، لان لو طلعتيها وهي سخنه هتفرط منك. وبألف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو بقى، اعملي لي بقى لايك وشير، وادعي لي دعوه بظهر الغيب، ولك بالمثل.